السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. اخباركم إيه؟ انتوا وحشتوني والله قوي قوي قوي. اول حاجة نبتديها نصلي كده على النبي، نقول نذكر النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده بقى معانا كده فيديو جديد كده النهاردة. بص، بما اننا رجعنا للشتاء، احنا رجعنا للشتاء ورجعنا السقعة في اسكندرية، عندنا في شتاء وفي سقعة على فكرة. وما اقولكوش الجو عامل ازاي. طبعا بقى نرجع بقى للمحشي وللايه بقى الاكل اللي هو بيدفي بقى تاني ده. تعالوا بقى كده في اكلتنا. بصوا النهارده كنت عامله شويه محشي ورق عنب يستاهلوا بقكم، بصوا زي العسل ازاي. بصوا كنت بنزله من الحله، واو كان تحفه. بصوا الجمال، الواحده بوحدتها كده. كنت عامله كرنب وفلفل بقى اخضر، كنت عامله معاه يعني كرنب وفلفل اخضر. وقلت كده نقضي كده بقى اليوم يوم بقى كده ايه بقى محشي، عشان الجو الساقع التكتكه اللي احنا فيه ده. شوربه عدس، محشي، مش عايزه غير كده. بصوا الجمال، بصوا كان الفلفل كان حلو ازاي. بصوا المحشي كنت عاملاه جميل والورق الكرنب كان زي العسل. وبصوا بالفلفل الاخضر كان زي العسل. شويه بقى كده طماطم وخيار ورضا ونعمه كده. وبصوا واتدفينا كده واكلنا بقى اكله بقى بتاعت الشتا دي. ايه يا جماعه، هو الشتا بيرجع تاني ولا ايه؟ ده احنا في الصيف، حاجه غريبه والله العظيم، انا مستغربه بجد. بصوا بقى شويه محشي يستاهل بقكم ازاي. طبعا اللي يشوفوا اول مره قناه، بالله عليكم عشان عيلتي تكبر بيكم اكتر واكتر، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه كل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا منزله. وحطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. بصوا بقى شويه كرنب، مش عايزه اقول لكم، كنت بوريكم الايه، الواحده بوحدتها كده كانت زي العسل. ولا الفلفل الاخضر بقى، محشي الفلفل، ولا ورق العنب، واو كان تحفه والله. انا احلى اكله بجد بحبها ورق العنب، بيبقى جميل ومسكر. إيه، بيبقى طعمه حلو قوي. احلى حاجه انا سبت كله وجيت عند ورق العنب. انا هوريكم دلوقتي من اول بقى احنا كده حشينا بقى ازاي وعملت الخلطه. انا بعمل الخلطه اصلا متسبكه، مش في ناس بيعملوها اللي هي ني في ني، لا انا ما بحبش ني في ني، انا بحب اسبكها واحط بعد التسبيكه احط كله بقى مع بعض. مش عايزه اقول لكم كانوا كمان اتفضلوا معانا. طبعا العين بتشوف قبل البق بكتير. بصوا الجمال، احلى ورق عنب واحلى محشي. صبحت كده الصبح كنت عندي ورق العنب من قبلها بيوم، وسلقته وسلقت الكرنب. قلت قومي بقى يلا ام حنين كده تشجعي، يلا واقفه بوقفه بقى ايه بقى، واقفه بوقفه زي بعضه. احنا الجو ده عايز بقى ايه بقى، محشي بقى. تعالوا شوفوا احنا عملنا ايه. بصوا طبعا انا سلقت هنا الكرنب، بوريكم انا سلقته. بقطعه كده قطع كده صغيره، بحطه يعني فوق بعضه. بتقطع منه اللي هي الجدر بتاعه التخين ده بتقطعيه. وكنت انا هنا مسبكه الطماطم اهيت، تمام. بص انا بسبكها الاول على النار لحد ما تاخد وتيجي مع بعضها وتبقى تقيله كده حلوه. واقوم حاطه الخضره زي ما انتم شايفين والرز معيراه. ومحضره الفلفل الاخضر اهو علشان برضو يتحشي مع الورق العنب. يعني كل حاجه كنت مجهزاها حطها قدامي بحيث احشي واحط على طول. هو بياخد غلبه بس بتاكلي بعد كده يعني اكله تدفي كده واكله حلوه كده. المحشي احلى حاجه والله. انا باخد الجدار اللي هو الجدار بتاعه اللي هو العود التقيل ده، وبحطه في الحله من تحت في القعر الحله، عشان وانتي بيتسلق وبيستوي ما ياخدش زي ما بيقولوا الحروقه من تحت. لا حطي الجدر بتاعه. انا بعمل كده عن نفسي، مش عارفه انتوا بتعملوا كده ولا لا. كنت مقطعه الخضره ايه حتت صغيره، بوريكم اهو. كنت كل حاجه انا مجهزاها، ما عليا بس ان هحط كله مع بعض. يعني هتخلطي كله مع بعض كده وتحطيه. احلى 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 محشي. حبيت اوريكم تبقوا معايا بقى اليوم بتاعي دوت، ونبقى ايه بقى في احلى اكله كده تدفي فيه. الاكله اللي تدفي في الشتاء بجد. بصوا حطيت الرز اهو، حطيت الرز. بصوا مع التسبيكه كده تحطيه، وبعدين تحطي الخضره، وتحطي بقى الايه، الملح بتاعك والتتبيل بتاعك، وتظبطي بقى كله اهو كده. طبعا بحط شويه زيت. بتملحي بس ما تملحيش قوي، عشان هتحطي في ميه السلق لما تغلي الميه هتحطي ملح برضو، تمام. كان يوم مش عايزه اقول لكم، اخد مني 3 4 ساعات طبعا عشان كنت لوحدي وكده. المحشي ده بيعوز ايه يا حبايبي، بيعوز اللمه. لو في لمه هتخلصي بسرعه، لكن لو لوحدك يا ربنا بقى معاكي بقى لو لوحدك. اوعوا تنسوا اللايك لو وصلتوا لحد هنا. قولوا لي في التعليقات يا ام حنين الله على اكلتنا النهارده، اكله المحشي. قولوا لي في التعليقات الله، تمام. انا خلطت كده كله مع بعض اهو. فعلا والله المحشي ده يا حبيبي عايز، عارفين، عايز كده لما عايز ناس كده تبقى معاكي 2 3 نفرين،
تتشجعوا مع بعض وتعملوا بقى ايه المحشي، تتشجعوا مع بعض. إيه اللي يشوف قناتي يعمل اشتراك يا حبايبي، علشان نفسي كده افصل بيكم والله. إيه طبعا انا بغيب فيديو عن التاني، عن يعني شويه كده هو طبعا بعمل لكم الفيديو. إيه علشان بقى يكون بقى بيبقى الواحد ايه بقى بيبقى وراه حاجات كده، لما بيلاقي قدامه فيديو كده حلو بينزلكوا بقى فيديو كده جميل. بصوا كده انا كنت بقلب كل الخلطه اللي انت عملتيها اهو، التتبيله اللي هي الطماطم التسبيكه مع الخضره مع الرز، وحطي شويه زيت والملح بتاعك تمام. اهو كده بقى حطي كده على جنب كده، كنت بوريكم ان بجيب الحله بتاعتي اهي. بصوا الورق بيبقى فيه اللي هي الحته العود التقيل دوت بيبقى في الورق، انا مش برميه، انا بحطه كده في برصه علشان احط عليه الحشو بتاعي اللي انا بحشيه، عشان ما يتحرقش منك على النار. وبحط فوقيه الورق المحشي، فاهمين ازاي؟ كده افضل، انا بحب اعملها كده الطريقه دي بتبقى احلى بكتير على فكره. بس وبجيب بقى انا طبعا هوريكم، مش هوريكم طبعا الفيديو عشان ما يطولش عليكم، انا بوريكم واحده واحده انا عملت ايه، واحدتين تلاتة كده من كل حاجه. او بص انا بحط كده الحشو، بتلفي بقى ورق العنب لكل بنت بقى لسه بنوته جميله، لسه بقى ما اتجوزتش في المستقبل بتاعها في الاول كده. لفي ورق بتاعك اهو كده، خديه كده واحده واحده ولفيه بقى كده ايه، وحطيه في الحله اهو كده، واحده 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 ورا التانيه. بصوا كنت بلف اهو كنت بوريكم يعني كده اول واحدتين ثلاثه ومع ورق العنب، وهحطهم على النار. طبعا مش هوريكم طبعا كل الورق، هياخد يعني الفيديو هياخد وقت طويل جدا. بص بس بوريكم انا عملت ايه في الاول، وبعد كده هوريكم بقى في الاخر ايه. يلا قومي تشجعوا دلوقتي، الورق العنب جميل في السوق على فكره والله يا حبايبي، و... والكرنب برضو جميل مسكر هو ورق العنب. الايام دي على فكره بيقولك الجو هيبقى من يوم الخميس اللي هو النهارده لحد يوم الحد، بيقولوا توقعات ان هيبقى فيه شتاء. هو اول مره يجي علينا شهر ستة، وفي على فكره حاجه ظاهره غريبه قوي، اول مره تيجي علينا، صح اول مره تيجي علينا الشتاء كده في شهر ستة. كنت بوريكم هنا اهو، بصوا انا حشيت هنا كده الاول، طبعا هحشي طبعا كله وهوريكم في الاخر. خدي بس مني كده نصيحه، وحطي الورقه اللي كنت بوريكم هنا بعد ما خلصت بقى طبعا حشيت كله، عملت الميه المغليه بتاعت المحشي اللي هتحطيها فوق الحشو المحشي بتاعك. انا بعمل ايه بقى في الميه المغليه، بغلي ميه، احط معلقه صلصه كبيره شويه ملح على ميه بقى ايه مغليه. طبعا حشيت الورق العنب اهو، وحشيت اللي حاطط الفلفل فوق الوش، حطي الفلفل بتاعك فوق الوش المحشي. يعني لو انت عامله كرنب ما تعملوش في حله تانية، لو معاكي كام واحده كده حطيهم فوق الوش، وسقطي بقى الميه المغليه سقطيها من فوق كده، وحطيها على نار هاديه تمام. هتاخدي احلى محشي جميل والله. الفلفل كان طالع جميل قوي. طبعا عشان يستوي معاكي، تضمني ان هو يستوي معاكي، حطي الغطا الحله فوقيه، او حطي طبق، انا بحط طبق تهزيه كده هزه حلوه علشان ينزل الميه كلها تنزل. حطيته هنا بقى على البوتاجاز، حطيت معلقه سمنه على الوش بعد ما حطيت الميه مغليه. وهوريكم بحط طبق كده اهوت، او بحط طبق علشان يعني يستوي معاكي حلو. يعني اللي فوق الوش ما ينطرش فوق، لا يبقى مستوي مع بعض. وهنا اهو المحشي ورق العنب مع الفلفل، حطيت الفلفل فوق الوش، كان خلاص باينه خلاص خيرك بقى، طلعته من على الفرن. بصوا عايزه اوريكم جماله، كان زي العسل، كان خلاص استوى بقى معانا هنا. وقطعت كده طماطم مع خيار، حطيت عليه شويه كمون، وتعالوا اتفضلوا معانا احلى فلفل واحلى كرنب محشي واحلى ورق عنب. اكله جميله يعني، من غير فراخ بقى ولا لحمه، لا لا لا، تاكلي الاكله دي قصاد احلى من لحمه وفراخ بجد والله العظيم. حطوا اللايك، بقول لكم حطوا اللايك على الفيديو بقى الجميل ده. بص ورق العنب طالعه الورقه بورقتها ازاي، والله كان سكر ومعسل، بيطلع زي العسل. حبايبي اوعوا تنسوني بالله عليكم من اللايكات، والله انا بشوف الفيديوهات كلها عندي بزعل منكم، على المشاهده بتكون حلوه 200 200 وشويه 300، بس اللايكات بتبقى 20 30. نفسي توصل ل100 كده اللايكات كده، ولا 150، هل ممكن احلم بكده؟
تحققوا لي الحلم دوت واشوف الفيديو ده عليه لايكات 100 او 150. عارفه لو وصلتوني ل 100 لايك انا هعرف انكم والله العظيم بتحبوني. لكن هزعل قوي لو لقيت والله اللايكات ضعيفه، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو في اليوتيوب وبيرفعه بيتشاف اكتر عند الناس. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا في اللايك يا حبايبي، زي ما انا مش ببخل عليكم في اي فيديو بنزله لكم وبتبقوا معايا وبتشاركوني، انتوا كمان ما تبخلوش عليا. بحبكم كلكم. بصوا بقى، احلى احلى محشي تاكليه في الشتا ده. قولوا لي في التعليقات مين عنده الدنيا بتشتي، ومين عنده بقى الدنيا بتشتي وعمل عدس، ومين عمل محشي بقى زي كده. يلا انا مستنيه بقى تعليقاتكم الحلوه، ومستنيه لايكاتكم زي ما قلت لكم. هشوف قد ايه ده تحدي، هشوف اللايكات قد ايه انتوا بتحبوني ولا لا. وهزعل لو انتوا مش بتحبوني ما وصلتوش اللايك ل 100 لايك. يلا حبايبي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.